بقتل وإصابة 6 مسيحيين. أهلا بيك. بالضبط يا فندم. أستاذ جمال، كنا بنتكلم في قضية التساؤلات التي يعني تثور في الشارع المصري الآن. أولا قضية الاضطراب النفسي، الخلل العقلي، قضايا لم تعد تقنع أحدا. هل تعتقد أنه ده هيبقى اتجاهكم في الدفاع؟ أبدا والله. يعني خطتنا في الدفاع هي حقيقة بما يرضي الله ورسوله والمؤمنون. دي واحد اللي هي أوضح لسيادتك قبل برضه ما انسى ان الحقيقة يعني المصاب مصابنا والألم ألمنا، ويعني خالص تعزية من عميق قلبي إلى الضحية الأخ المصري وتعمدت أقول المصري قبل ما أقول أي حاجة، لأن مسلم ومسيحي ويهودي فهم إخوة أهل كتاب. المتهم اللي أنا يعني شاء القدر أن أكون أنا المحامي والدفاع عنه، إن هو يا فندم القضية ليست لا من قريب ولا من بعيد لا علاقة بالطائفية ولا بالتسييس، هي قضية جنائية صرف. تخيل، جنائية صرف. ألو؟ قضية جنائية صرف، يعني صرف. طيب ما أنا خليني أقول لك اللي هي الأسئلة. يعني القضية الجنائية هيبقى السؤال لماذا يستهدف المسيحيين فقط؟ لا ما استهدفش، اثبت لي انه استهدف لسبب. انا هرد عليك بدليل قاطع. لا يعني بص حضرتك، انا عندي الاجابه الشافيه القاطعه، والدليل الجنائي بيبني على القطع واليقين لا على الشك والتخمين. اتفضل. وحضرتك في سؤال، القطر يكفيني سؤال دفاعي عن موكلي ينحصر في جزئيه. هذا القطار 79 واقف بمحض الصدفه في محطه صمنوط. ايه راي حضرتك؟ ما ردك وما قولك؟ واقف بعد الصدفه، اللي كان بيعدي قطر اسرع منه. يعني لو هناك ترتيب فكانت ازاي الترتيب؟ ثانيا يعني انت اولا عاوز تقول انه هذا القطار لا يقف في هذه المحطه، ممكن ولكنه عن صحه دفاعي واقوالي من سكه الحديد، وان هذا القطار اللي واقف عشان يعدي قطر بعديه، والمندوب الشرطه المتهم كان يلحق بي، يتوجه الى عملي، يلحق بعملي ببني مزار المركز يعني المحطه اللي بعديها. طيب وايه العامل الثاني؟ وايه العامل الثاني اللي بتقول عليه حدث؟ العامل الثاني ان هو يعني لا المصابين ولا المجني عليه المتوفى لا يعرف الجاني ولا الجاني يعرفهم. ده واحد. مفيش سابق معرفه يعني. ثانيا انت عندك دليل قاطع ثالث في نفس دايره المركز خلال ايام 4 أو 5 ايام، وده منشور في الصحف، ان في 2 مسيحيين اخوات اولاد عم ضربوا بعض موتوا بعض خلاف الريه وحاجه كده. وهذا موجود في الجرائد، ليست وجريمه تحقق بمعرفه. طيب ما خليني انا ماشي معاك يا استاذ جمال، بس طيب لماذا اطلق الرصاص اذا؟ عايزين نتعلم ثقافه، نتعلم استباق الاحداث والقضيه برمتها في ايدي امينه وعلى اعلى مستوى، لانها قضيه راي عام تمسنا كلنا. ماشي، مفيش شك. اما نستنى نقول يعني لما طياره وقعت، اقول لحضرتك يعني عندك اللواء الجبري في ميدان المعادي لما جه امين شرطه يقع حاله نفسيه وجري وراه في الميدان وضربه بالنار، هل ده كان مسيحي؟ ده سؤال. طب من اللي عايز تعليم من سيادتك انت شخصيا كالاستاذ وائل الابراشي تقول لي اني دون مستهدف؟ ما كانش مسيحي مستهدف. طيب خليني اقول لك على التساؤلات. استاذ جمال اسمعني معلش قبل ما انسى، حادثه عثمان احمد عثمان، دول مسيحيين ولا كانوا مستهدفين؟ اطلاقا. كان ممكن يحصل. انت بتتكلم عن الاتوبيس مسيحي ومسلم ومسيحي السائق اللي اطلق الرصاص. طيب استاذ جمال اسمعني بس دقيقه واحده. قال لك يحمل حتى لا يكون هناك ضحيه، قال له يحمل فوق. هو غير طائفي وغير مسيد. طيب. هو القضيه برمتها قضيه جنائيه بعد الصدفه. طيب اسمعني يا استاذ جمال بس. ويعالج من 2007 وممنوع من حمل السلاح في ابان عمله في مصلحه امن المواني في بالغردقه البحر الاحمر. بس هذه القضيه قولا واحدا. خليني بقى اقول لك بس بقيه التساؤلات يا استاذ جمال. طيب يعني انت البعض هنا هيقول كيف يكون الرصاص عشوائيا ولا يصيب الا المسيحيين فقط؟ والله تسال القدر بقى، ده موضوع ثاني. انت تحاكم المرض والقدر الان. انت هناك هذا قدر يعني لما الطياره وقعت في قباله السواحل الامريكيه وقعد السنه يحققوا فيها، يعني لماذا وقعت؟ ده موضوع ثاني بقى. يعني نحن الان نحاكم القدر لماذا؟ طب لو ما الحال لو كانوا مسلمين؟
ايه طيب انا بقول لك الكلام اللي قيل في اوراق التحقيقات الجزء الثاني. يا فندم يعني هو الرصاص لا يوجه، يعني بدليل ان اخر رصاصه لولا ان المسدس فرغ لكان المصاب الاخير كان هيبقى اسمه محمود، وده مسلم مش مسيحي. اي رايك؟ طيب يعني هو بس السؤال ثانيا في نقطه، لو جريمه منظمه يا استاذ وائل هيسيب كارنيه وهيسيب بطاقته وسلاحه ويجري ويسيبه جاكيت؟ اي عقل واي منطق هذا؟ طيب السؤال ما يقدرش يروح على بيته، ما يقدرش ليه بقى؟ طيب خليني بس، هل هتف موكلك المتهم بالقتل عامر عاشور لا اله الا الله وهو يقتل كما اكد الضحايا المصابون ذلك؟ هذه الروايه مكذوبه، ولم يقل لا اله الا الله رسول الله. احنا كلنا بنقول لا اله الا الله رسول الله، ده عادي ده، لكن في هذه الوقت بالذات لم تقل ولم يقل ولم يطلع من بقه هذا الكلام خالص اطلاقا. ثانيا يعني ايه يا استاذي الفاضل قولا واحدا وهذه القاله مكذوبه ليه؟ سيادتك انا بطالب باحاله موكلي المتهم في هذا الجرم او المنسوب اليه هذا الكلام انه يحال الى توقيع كشف الطبي لبيان عما اذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه. طيب خلينا نسمع. لا نفسي ولا حضرتك ولا اي حد ولا اي حد، بدليل ان حتى سلطه النيابه العامه بتحيل الى الطب النفسي لتوقيع كشف الطبي. خلينا نسمع ينصب نفسه طبيب او قاضي. طيب نسمع. القضيه بتبقى امينه وعندنا قضاء شامخ والقضاء المصري والحق باذن الله هيظهر يعني. طيب نسمع الدكتور ايهاب رمزي بس محامي الضحايا والمصابين. دكتور ايهاب عندك تعليق على كلامه؟ انا هثبت لحضرتك انها جريمه منظمه، ما هياش جريمه بمحض الصدفه ولا هي عشوائيه. اولا اذا كان هو لديه اضطراب نفسي من ساعه ما خرج من بيته لغايه لما وصل لمحطه القطار ما ضربش ليه حد هناك. بيقول لك ان في قطار عدى امامه، ما ضربش ليه القطار وهو معدي. ليه دخل جوه القطار واطلق الاعيار الناريه على الجالسين وركاب القطار؟ ليه ما ضربش على القطار من الخارج؟ ليه ركب اول عربه من عربات القطار علشان يهرب ويتمكن من الهرب ومحدش يقدر يمسكه؟ مساله انه لو هو مش منظمه هيسيب ليه بطاقته ويسيب ليه جاكيتته؟ لا، هم لما مسكوه خلع الجاكيته، لانهم كانوا ماسكينه من الجاكيته، خلع الجاكيته وجري، فكان في الجاكيته هي البطاقه. ثانيا قرر الزميل ان القطار لم يقف صمالوط، لا يقف صمالوط، ودي محطته يقف مراكز المنيا صمالوط بني مزار لغايه بني سويف، من بعد بني سويف بيمشي دايركت على طول لمصر. يعني لكن المحطه بتاعته صمالوط. بس هو هيقول هيجيب من السكه الحديد ما يثبت يجيب من السكه الحديد ولا يجيب من السكه الحديد؟ لا يا فندم، ما هو عشوائي هتلاقيه يمين وشمال. وبعدين الطلقه اللي جت في الفخذ الايمن جت ازاي وهي تجلس؟ جت ازاي؟ الا ان هو اقترب. العشوائي هيضرب من بره، هيضرب من بعيد، مش هيضرب لكل واحد في مجلسه. طيب نخليه يجاوب على ده. استاذ جمال اجرى معاينه تصويريه للحادث، كيفيه ارتكابه الحادث. ده مجنون؟ اللي بيجي معاينه مع النيابه تاني يوم وقال انا ارتكبت كذا وكذا وكذا، ده مجنون؟ طيب استاذ جمال، بعض النقاط اللي قالها الدكتور ايهاب. واحد بيقول يعني المضطرب نفسيا يعني ما يقتلش ليه من اول ما يطلع من بيته وحتى دخوله الى القطار؟ يعني لماذا يقتل فقط امام العائلتين المسيحيتين؟ ايوه يا فندم. يعني ليه ما قتلش قبل كده وهو جاي على المحطه؟ من فضل حضرتك اثبت. انا عايز بس اللي بيتكلم ويدعي يثبت لي ان هو عرف منين ان هو دول مسيحيين. ده سؤال. نمرة 2 مكتوب على وشهم. نمرة 2 هو راجل بيقدر عشوائي. ايه اللي عرفه ان هم مسيحيين؟ اللي عرفه مسيحيين ان هم مش محجبات اولا. ثانيا من منهم يحمل الصليب. طيب استاذ جمال اسمعنا بس. هو بيقول لك انه لانهم مش محجبات، وثانيا فيهم بعض السيدات اللاتي تلبسن الصليب يعني. لا والله يا فندم بعد اذن عليك القطر بيقف دقيقه ونص. طب هو السؤال من فضلك، السؤال اللي انا بساله للاستاذ الزميل، ما قوله والقطر 977 محل الحادث ما كانش اصلا بيقف فيه؟ يعني لو افترض فيه ترتيب هيسيب ترنيقه ويسيب حاجته. ثانيا القطر ما كانش بيقف في زمالوط اصلا. طب بقول لك واقف دليل قطع على براءه موكلين. بيقول لك القطر ده ما بيوقفش في صمالوط اصلا. ايوه
صدفه بيعدي قطر بعديه. طب نسمعه بقى، نسمعه. فين الطائفيه وفين الارهاب؟ مفيش الكلام ده خالص. هو طيب هو ايه اللي خلاه طلع على رصيف المحطه اساسا لما ما فيش اي قطارات جايه؟ ايه اللي خلاه هو اتجه الى رصيف المحطه؟ لا يعني استاذ جمال، خلينا يعني لماذا اتجه لتفريغ حالته النفسيه وهذا الاكتئاب داخل القطار؟ يعني هنا الدكتور ايهاب بيقول انه فكره القطار حتى يتمكن من الهروب بعد ذلك. اولا انا عايزين نتعلم. اولا انا بكلمك هذا الكلام وانا سايق شفوي ومعلومات سطحيه وليست رسميه، بمعنى ان انا لم اطلع على نسخ التحقيقات جديا واعرف ايه المكتوب وايه اللي اتقال وايه مكيل وغيره في تحالات مباحث حول الواقع الى اخره. نمره اثنين، عايزين نتعلم ثقافه احترام جهاز التحقيق لم تنتهي بعد. شروطنا هي في النيابه لم تصدر بعد ولم يصنع للدفاع. يعني تم احاله القضيه. يعني ازاي يعني دفاع عود دفاع؟ نمره اثنين، لازم يعني طياره امريكا المصريه اللي عايز تستريح حقه فيها. انا مش عارف ليه يعني مستبقين 48 ساعه. طب حج اسكندريه يعني لماذا لم يبت فيه الى الان؟ لسه محل تحقيق. يا استاذ جمال بس خلينا اجاوبك. انا من حقنا ان انا احط ايدي، هل هذا حادث طائفي ولا حادث اجرامي عادي من مضطرب نفسيا؟ لانه لو حادث طائفي انا مش هستنى، يعني هنا لازم انزع فتيل الطائفيه يعني. لا مش بالحلف، كمان بالدليل القاطع. طائفي ازاي؟ طب ما هو كان واقف خدمه على الكنايس. رد عليا بقى الاستاذ، يعني طالما طائفي ومستحيل. طيب خليك تسمعه بقى. بيقول لك هو كان يقف خدمه على الكنائس، لماذا لم يقتل المسيحيين؟ ما هو لو هو قتل وهو خدمه ما هيتكشف امره، لكن هو مخطط انه ما يتكشفش امره فيستقل القطار على وجه السرعه ثم يهرب ما بعد القطار ما بعد جريمته. طيب اتفضل وهو يسير. يعني بيقول لك لم يقتل داخل الكنائس حتى لا يتم ضبطه، لكن القتل داخل القطار يمكنه من الهرب. يا سلام يا سلام، ويسيب زي شاكت فيه الكارنيه وفيه البطاقه وفيه كل حاجه ويروح على البيت ما يهربش. لا هذا الكلام يعني والله لو انت مقتنع بيه يا استاذ وائل قول لي انا مقتنع. انا بسمع وجهتين النظر، والله انا بسيب ده للمشاهد بقى يقتنع. يعني انا تارك ده لقريحه المشاهد. لا انا هو هرب ولا ما هربش؟ هرب على البيت. هرب وجابوه بعديها من بطاقته. انت تحاسب مريض غير سوي لا يدرك ما يفعل. مش مريض قدر. طب احنا دلوقتي بين امرين، يا اما شخص عادي له افكار تطرفيه يا اما شخص مريض يعمل في جهاز الشرطه. ايهما وجهين احنا نستقر عليهم. شخص مضطرب مجنون يعمل في جهاز الشرطه سلم له سلاح. طيب استاذ جمال هو بيقول لك هنا ده كمان هيؤدي الى محاسبه البعض. كيف يعمل شخص مضطرب نفسيا في جهاز الشرطه ويحمل السلاح ولديه ذخيره حيه؟ السنوات بتقول له مضطرب نفسيا من 2007، مش بنقول كده دفاع يعني سوري. هذا كان يعني هو كان عارف يعمل حادثه في 2011 رتب لها من 2007 وجاب الدكاتره النفسيين كتبوا له وعملوا تحت العلاج. ازاي هذا الكلام؟ يعني كيف يستقيم هذا قولا واحدا؟ يعني لا يعني بالطبع غير. لا انا بقول لا. يعني هنا كيف يستمر في العمل في جهاز الشرطه بهذه ايوه ده موضوع بقى ما يخصنيش، دي مسائل اداريه ترجع بقى. انا لست مسؤولا عن الرد على هذا السؤال. وبعدين برضه من فضلكم حتى لا نظلم احدا سواء من المجني عليه المتوفي ولا يضيع حقه هدر ولا المصابين ولا المتهم، من فضلكم نترك نتعلم ثقافه احترام التحقيقات وانتهائها. بلاش استباق الاحداث. احنا لا احنا النيابه العامه ولا احنا القاضي ولا احنا اي حد ولا احنا الطبيب النفسي. يا استاذ جمال عايز بس اوضح لك احنا لسنا منصه قضاء، لكن هنا من حقنا ان احنا نحط ايدينا على المشاكل التي تتعلق بالمجتمع وحتى نمنع حدوث مثل هذه الكوارث، لانه اذا كان الفعل طائفيا فعلينا ان نعالجه، مش هنستنى.